السلام عليكم. إن كنتم من المتابعين الجدد لقناة أخبار المنتخب المغربي فلا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. بداية إليكم أبرز العناوين. لا يصدق عبد الرزاق حمد الله يتشاجر مجددا مع زميل له في فريق اتحاد جدة. عاجل والد موهبة البيسجي إلياس حسني يكشف اختيار ابنه. غير معقول، هل فشلت مفاوضات انتقال ياسين بونو لعملاق انجلترا مانشستر يونايتد؟ الركراكي يفاجئ الجميع ويصدمهم بلاعبين جديدين. والآن إليكم التفاصيل. تواصلت جريدة المنتخب مع عبد اللطيف حسني والد اللاعب إلياس حسني موهبة باريس سان جيرمان الذي وقع عقدا احترافيا يمتد ل4 سنوات لاستفساره عن نجله الذي تم تحصينه من طرف مسؤولي البي اس جي من أطماع الأندية التي كانت تريده. وقال: إلياس تلقى تكوينه داخل باريس سان جيرمان منذ أن كان في 12 سنة من عمره، وهو الآن مرتاح مع الفريق الباريسي بعدما وقع عقدا احترافيا. أتمنى له مسيرة موفقة وأن يتمكن من التألق في الفترة المقبلة، وأنا سعيد من أجله. وبخصوص اتصال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم به أو بنجله من أجل تمثيل المنتخب المغربي مستقبلا، أضاف: كان هناك اهتمام فيما مضى بنجلي. في الفترة الحالية ننتظر اتصالا من الجامعة، رغم أن ابني يحمل قميص المنتخب الفرنسي إلا أنه عاشق للمغرب، وسيكون شرفا له ارتداء قميص المنتخب المغربي. لحد الآن لا يمكن أن نستبق الأمور، سنرى ما ستخبئه المرحلة المقبلة. سيكون شرفا بالنسبة لي أن يلعب ابني مع المغرب. ما يزال نادي بايرن ميونخ يبحث عن بديل مناسب في الميركاتو الشتوي لتعويض غياب حارسه المخضرم مانويل نوير الذي انتهى موسمه بعد التعرض لكسر أثناء التزلج. ووفقا لما ذكره موقع فوت ميركاتو، فإن بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد دخل في محادثات مع ممثل الحارس المغربي ياسين بونو من أجل ضمه، وأشار إلى ترحيب بونو بالعروض المقدمة له نظرا لرغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته. ومع ذلك فإن نادي إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انتقال بونو لأحد الكبار، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق منذ سنوات. وبحسب التقرير فإن النادي الأندلسي قد يطلب الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات بونو المرتبط بعقد حتى صيف 2025. وكذا هذا المبلغ سيكون من الصعب على بايرن تلبيته في ظل حاجته لحارس مؤقت حتى نهاية الموسم فقط، خاصة أنه لن يكون بحاجة إليه بمجرد عودة نوير للملعب الصيف القادم. علم موقع كرة من مصادر قريبة من شؤون الجهاز الفني لمنتخب المغرب وجود اتصال بين وليد الركراكي ومساعديه غريب أمزين ورشيد بن محمود مع عدد من نجوم الأسود ممن لم يسعفهم الحظ لحضور مونديال قطر، وذلك قصد التمهيد لعودتهم في الاستحقاقات المقبلة. ويأتي على رأس هؤلاء عناصر الهجوم التي تخلفت لأسباب مختلفة تراوحت بين الإصابة مثل ما حدث مع طارق السوداني لاعب خينت البلجيكي، أو اختيارات فنية تحكم فيها ضيق القائمة مثل ما حدث مع أيوب الكعبي المحترف بالدوري التركي وريان ماي لاعب فرينك فاروس المجري. وتأكد أن الكعبي وتيسودالي اللذان كانا على تواصل مع الركراكي بعد العودة من المونديال، وقام الثنائي بتهنئته على الإنجاز الكبير ببلوغ المربع الذهبي، وهو الموقف الذي أسعد كثيرا الركراكي، إذ ثمنه وقدر في اللاعبين روحهما الرياضية العالية رغم استبعادهما من المونديال، ووعد بتتبعهما وعودتهما بداية من معسكر مارس المقبل الذي ستتخلله وديتين احتفاليتين الأسود أمام منتخبين عالميين بالمغرب. وكان الركراكي قد اعترف في تصريحات تلفزيونية فور عودته للمغرب بأنه يشعر بأنه قد يكون ظلم بعض اللاعبين دون قصد بسبب ضيق القائمة، وأنه يحفظ للجميع حق العودة لتمثيل الأسود مستقبلا شريطة الحفاظ على مستوياتهم الفنية وتألقهم. وكان الركراكي قد فضل الثنائي وليد شديرة وعبد الرزاق حمد الله على هذه الأسماء، إلا أن هذا الثنائي خالف التوقعات ولم يتألق بالمونديال.
احتوى اللاعب المصري أحمد حجازي وقائد فريق اتحاد جدة أزمة طارئة بين عبد الرزاق حمد الله وعبد العزيز البيشي أثناء مباراة فريقه اليوم السبت أمام أبها. وفاز اتحاد جدة على مستضيفي أبها عسرة يوم السبت من الجولة 11 من دوري روشن السعودي. وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من المباراة يظهر فيه حمد الله وهو يعاتب البيشي بطريقة حادة بسبب لعبة معينة، ورد البيشي بنفس الطريقة وهو يواصل السير بعيدا عنه، إلا أن تدخل حجازي في هذه الأثناء وتحدث مع حمد الله وحاول تهدئته. حجازي جمع اللاعبين بعد نهاية المباراة وأصلح بينهما باعتباره أحد قادة الفريق لتنتهي الأزمة في وقتها. ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة ليحتل مؤقتا المركز الثاني في انتظار نتيجة مباراة الخليج مع النصر، علما بأن العميد له مباراة مؤجلة أمام الشباب. ذكرت تقارير صحفية تركية أن مارسيليا الفرنسي وفياريال الإسباني يتنافسان على ضم غانم سايس نجم المنتخب المغربي وبشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى جانب فيورنتينا وبولونيا من إيطاليا. إدارة فوتوماك وحسب موقع بشكتاش التركي توصلت بعديد من العروض من الأندية الأوروبية لضم سايس وفي مقدماتها مارسيليا وفياريال. وأضاف المصدر ذاته أن سايس بات قريبا جدا من مغادرة نادي بشكتاش التركي بعد تألقه في المونديال مع أسود الأطلس. وحقق المنتخب المغربي إنجازا غير مسبوق للكرة المغربية والعربية والإفريقية خلال كأس العالم الأخيرة التي نظمت في قطر، من خلال الوصول لنصف النهائي قبل الهزيمة ب2-0 أمام فرنسا، واحتلال المركز الرابع بعد الهزيمة أمام كرواتيا. تصدر المغربي منير المحمدي حارس مرمى الوحدة قائمة اللاعبين الأكثر تقييما بعد الجولة 11 بدوري روشن السعودي والتي اختتمت أمس الأحد. ونال المحمدي وفقا لموقع سوفا سكور التقييم الأعلى بين لاعبي الجولة 11 بحصوله على 9 نقاط لدوره في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة فريقه أمام العدالة في افتتاح الجولة الجمعة الماضي. وأبلغ المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز لاعبيه أنه سيرحل عقب نهاية مباريات الفريق في كأس العالم، وذلك في أعقاب الخسارة المفاجئة أمام المنتخب المغربي. واعترف أن هذه النتيجة ستطارده لفترة طويلة، وقال: مباراة المغرب ستظل تطاردني لوقت طويل. لم نكن في حالتنا، الأمر نفسه بعض الشيء في مباراة كندا، لم نكن في حالتنا للفوز بالمباراتين.